السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير. أهم حاجة في رمضان بقى التفريزات، خصوصًا التفريزات الأساسية. فككم بقى من اللحوم والأسماك والحاجات ديّة، كل الحاجات ديّة سهلة جدًا. الصعب الحاجات الأساسية اللي أنا هاقول لكم عليها، بس تعالوا أقول لكم أنا جِبت إيه الأول. زي ما شايفين كده جِبت كوسة وجِبت كرنب وجِبت خضرة محشي. أنا النهارده إن شاء الله هاعمل لهم محشي عشان هُم نِفْسهم فيه. وجِبت كمان بطاطس للقلي. البطاطس أنا قُلت لكم كذا مرّة عشان نختار البطاطس للتحمير يعني وتطلع حلوة لازم تبقى حمرا كده. وجِبت كمان بطاطس. البطاطس دي أنا جِبتها كيلو ب8 جنيه، وجِبت بطاطس تانية كيلو ونُص ب10 جنيه شوربة الخضار، هافرّزها لشوربة الخضار، وهافرّز كمان يعني إيه، أعمل خضار كده صواني وكده. وجِبت كمان جِبت كابوتشي دي ب5 جنيه، جِبت منها 2 وجِبت لِفْت عشان أخلّل لِفْت. وجِبت قلقاس بُصّوا أنا جِبت حاجات ياما بس مش قادرة أصوّر، أنا لسه داخلة من السوق، يعني لسه جاية من السوق دلوقتي وتعبانة جدًا مش قادرة أصوّر لكم يعني كل الحاجات اللي أنا جِبتها، يعني جِبت قلقاس، جِبت بسلة، جِبت جزر، جِبت حاجات ياما. زي ما أنتم شايفين كده أنا هابدأ بقى باللِفْت يعني قطّعته ونضّفته كويس أوي، وجِبت كمان بنجر قُلت عشان يعني باحب المخلِّل يبقى أحمر كده. علشان أختار اللِفْت لازم تبقى تقيلة مش تبقى خفيفة، الخفيفة ديّة هتبقى سفنجة وهتسوَد منِّك، لكن التقيلة ديّة اللي بتبقى كويسة جدًا. طبعًا نضّفته وخلِّلته والدنيا تمام. جيت بقى ال ال زي ما أنا قُلت لكم يعني إيه أساسيات تفريزات رمضان. اللي هي اللي أنا أعمل دقة الفراخ، أعمل دقة السمك، دقة الفول، الحاجات المهمة جدًا. الله أكبر، الله أعظم، أشهد أن لا إله إلا الله. طبعًا مش هاقدر أقفل الفيديو علشان خاطر الأذان. زي ما أنتم شايفين كده إيه كمان علشان يبقى في التفريزات تبقى سهلة عليّا. البصل، هاجيب البصل وأقطّعه كويس أوي وأفرمه أفرّزه في التلاجة عشان يبقى سهل. أنا جِبت الكوبايات اللي أنتم شايفينها ديّة الشفافة، حطيت فيها البصلة، يعني كوباية على قد مثلًا لو أنا هاعمل شوربة يا دوبك أطلّعها كده من الفريزر وأرميها في الشوربة. عاملة شاورما، عاملة عصاج، عاملة أي حاجة. طبعًا سهل جدًا إن أنا أطلّع من الفريزر وأرمي على طول وأشتغل. معايا هنا الفلفل الأسمر، أنا دايمًا التوابل باجيبها حصى علشان خاطر معظم التوابل المطحونة اللي بتبقى عند العطار ما بتبقاش حلوة كلّها مدوّدة وحاجة يعني تقرف يعني، فأنا دايمًا باجيبها وباحمّصها على النار طبعًا بعد ما أنقّيها وكده. وبعد كده باطحنها زي ما أنتم شايفين كده، بيبقى ريحتها بجد، بجد تحفة. طبعًا عملت الفلفل الأسمر والكمون، جهّزت كل حاجتي بتاعة رمضان، عشان كل حاجة تبقى في متناول إيديّا كده لمّا آجي أستخدمها. زي ما أنتم شايفين كده البسلة برضه فصّصتها وغسلتها كويس أوي، وبعد كده يعني نقعتها في مَيّة بتغلي لمدة 3 دقايق أو 4 دقايق كده مع معلقة سُكّر علشان خاطر تبقى زي مادة حافظة، وسِبتها يعني يعني نشلتها من المَيّة لغاية ما اتصفِّت كده وبقت كويسة، وبعدين فرّزتها زي ما أنتم شايفين كده في أكياس. ينفعوني، عملت 5 أكياس ينفعوني طول شهر رمضان. يعني أنا السنة دي ما فرّزتش كتير أوي، لإني طبعًا الحاجة غالية والواحد يعني بيعمل على قد احتياجاته طول شهر رمضان. الغرض من التفريزات إن إحنا داخلين على شهر
شهر عبادة، إحنا داخلين يعني الشهر ده كُلّه عبادة وصلاة وقراءة قرآن، مش عايزين نضيّع وقتنا في المطبخ. بالله عليكم يعني حاولوا على قد ما تقدروا إن أنتم يعني ما تضيّعوش الشهر المفترج ده، بييجي مرّة في السنة. زي ما أنتم شايفين الطماطم طبعًا أنا هاعملها صلصة، والكوسة قطّعتها زي ما أنتم شايفين كده، دي بقى تنفعني أطلّعها على طول، أنا هافرّزها وهاطلّعها على طول على إيه بقى، محشي، أعمل عصّاج، أعمل يعني أحشيها بلحمة مفرومة، أحشيها محشي، أحشيها أي حاجة، يا دوبك أطلّعها أكون مجهّزة الحشوة بتاعتها وهي متلّجة كده أهوّة، أطلّعها أحشيها بسرعة، بسرعة أدخّلها في الفرن. يعني لو صواني هاعملها أدخّلها الفرن بسرعة، أو مثلًا هاحطها في حلة على طول، يعني ما اسيبهاش إن إيه هي يعني علشان ما أنتم عارفين إن الكوسة ديّة حساسة. زي ما أنتم شايفين أنا عملت شوربة خضار، وعملت كمان الأطباق الخضار ديّة، خضار باللحمة باحبها خضار باللحمة، خلّيتها قطع كبيرة، شوربة الخضار خلّيتها قطع صغيّر. زي ما أنتم شايفين كده، وفرّزتها وحطيتها في الفريزر. هاعمل بقى فول من أساسيات التفريزات في رمضان، الفول يا جماعة، الفول نعملوه ونجهّزوه ونكيّسوه نحطّوه في الفريزر، يعني بعد ما بنفطر بنطلّع كل يوم كيسة لغاية ما تفُك، عقبال ما ييجي ميعاد السحور بيبقى سهل جدًا. عملت كمان الصلصة، شوية صلصة يبقوا تحت إيدي كده، هاحطّهم في التلاجة من تحت، عايزة أعمل بقى بيتزا، عايزة أعمل مكرونة، أي حاجة تبقى سهلة. بعد ما اتسلقت رُحت ضربتها بالهاند بلندر وشِلت المَيّة الصفرا اللي فيها كده، حطيت معلقة بابريكا وسِبتها لغاية ما هدِت. رُحت على الفول بعد ما نقعته 6 ساعات، لقيت بُصّوا الحبّاية حلوة كده وبقت كويسة، وبعد كده طبعًا هنروح أرميها في حلة الضغط. بعد ما استوت الصلصة أنا باصفّيها بقى علشان تبقى صلصة جميلة أوي، باشيل البذر اللي فيها والقشر عشان ما تتعبش بطننا، وبعد كده لمّا تهدى شوية هاعبّيها في برطمانات. جِبت حلة الضغط بقى ورميت كيلو الفول الجميل ده، طبعًا الفول ده مستورد، أنا أصلًا ما باحبش الفول البلدي علشان يعني مش بيستوي بسرعة، ده بيستوي بسرعة. جهّزت نُص كوباية عدس أصفر، ومعلقة بابريكا، ومعلقة كركم، وطماطماية كده شقّيتها من النُص ورميتها في حلة الضغط زي ما أنتم شايفين كده، وأول ما غلت يعني لقيت الفول غلا كده معايا، طبعًا جِبت الغطا بتاع الحلة ورُحت تربِست عليها بسرعة كده، ووطّيت عليها النار وسِبت الفول لغاية ما استوى. بصراحة، بصراحة ما فيش أحلى من حلة الضغط إن هي تخلّص معاكِ وتنجز معاكِ، في أقل من 10 دقايق كان الفول خلص معايا، الفول اللي بيقعد بالساعتين وال3 خلص معايا في 10 دقايق وبقى لوز اللوز، زي ما أنتم شايفين كده الصلصة معايا خلصت والفول خلص. أنا قُلت بقى إيه، أجهّز شوية كده أهوّة لأولادي يتعشّوا طبق كده يتعشّوا بيه، وحطيت لهم طبعًا طحينة، وحطيت لهم البهارات، الشطة والكمون الدقة الجميلة اللي أنا عملتها لهم. في ناس بتحبه من غير طحينة، وفي ناس بتحبه بطحينة كده يعني. سِبت بقى طبعًا بُصّوا الصلصة دي جميلة إزاي، والله حمرا جدًا، بس الإضاءة يعني مش عاطياها وضعها. سِبت الفول بقى هنا لغاية ما برد خالص، وبعد كده عبّيته في أكياس، لإني غلط جدًا إن أنا أعبّي أي حاجة سخنة في أكياس، يعني مش مُضرة طبعًا مش كويسة. وطبعًا هو الكيلو عمل لي 12 كيس، كل يوم أطلّع كيس، ولمّا يخلص أجيب كيلو تاني أعمله، بدل ما أشتري وما أعرفش أنا الناس برّه يعني بتشتغل إزاي. باتمنى لكم إن